نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. أكدت العديد من المصادر الصحفية أن راموس أعطى موافقة شفهية لنادي الاتحاد، لكن الإدارة الاتحادية جعلته خيار ثاني في حال لم يتم التعاقد مع حسان تنبكتي. وأكدت قنوات الكاس أن إدارة نادي الشباب وافقت مبدئيا على انتقال حسان تنبكتي إلى الاتحاد، والصفقة إعارة لمدة موسم واحد فقط مقابل مبلغ مالي، بالإضافة إلى إعارة العقود للشباب. من جهة أخرى، أكدت صحيفة هاتريك أن نادي ليفربول وافق على بدء التفاوض مع نادي الاتحاد بخصوص انتقال اللاعب المصري محمد صلاح لصفوف نادي الاتحاد، بعدما كان النادي الإنجليزي رافضا تماما لفكرة التخلي عن خدمات اللاعب. أشارت مصادر إلى أن محمد صلاح لديه رغبة بالانضمام لفريق الاتحاد. تسارعت وتيرة مفاوضات انضمام البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الجارية. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الأحد إن الهلال السعودي بات قريبا من ضم نيمار من باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وإن البرازيلي سيصبح حال انتقاله ثاني أعلى لاعب أجرا في العالم. ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن نيمار حال انتقاله لدوري المحترفين السعودي سيصبح ثاني أعلى لاعب أجرا في العالم خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية. ورغم أن المصدر لم يكشف عن قيمة العرض، فقد وصفه بأنه لا يرفض، مشيرا إلى أن الناديين باتا على أعتاب التوصل لاتفاق. وفي السياق نفسه، حسم الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن موقف نيمار من الرحيل إلى برشلونة على سبيل الإعارة بعد توقيع عقود انضمامه للهلال. وقال رومانو: لا توجد فرصة أن يعير الهلال نيمار إلى برشلونة، ذلك بسبب أن الإدارة تميل لرفض عودة النجم البرازيلي لقلعة كاتالونيا مرة أخرى. لا يزال الهلال يعمل على صفقة نيمار جونيور اليوم. المفاوضات جارية وتتقدم إلى مراحل حاسمة مع جميع الأطراف المعنية. وأكد الإعلامي في صحيفة الجزيرة أحمد العجلان أن الهلال في مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان لضم الثنائي نيمار وفيراتي، وقد يغادر فهد بن نافل لباريس اليوم أو غدا. وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الهلال السعودي سيعمل على حسم صفقة فيراتي وصفقة ميتروفيتش بعد حسم صفقة نيمار. وقال فابريزيو رومانو أن الهلال السعودي سيعمل على تنشيط صفقة ميتروفيتش من جديد، الهلال يريده مع نيمار. وأعلن نادي القادسية التعاقد مع النجم البيروفي كاريو قادما من نادي الهلال، ويستعد الهلال لمواجهة أبها غدا الاثنين وسط العديد من الغيابات أبرزها المدافع السنغالي كوليبالي بسبب الإصابة، والصربي سافي بسبب أن إدارة الهلال لم تتلقى ردا من الاتحاد الإيطالي حول عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.